النادي الأهلي بيفكر في تدعيم الدفاع وعودة بلعيد للصورة. في ظل المشاكل الدفاعية اللي ظهرت الفترة اللي فاتت، بدأت إدارة الأهلي تتحرك علشان تدعم خط الدفاع بصفقات جديدة خلال الفترة الجاية. ومن أبرز الأسماء اللي رجعت تاني لدايرة الاهتمام هو اللاعب زين الدين بلعيد، واللي كان قريب جدا من الانضمام للأهلي قبل كده، لكن الصفقة ما تمتش وقتها. الإدارة شايفة إن الفريق محتاج مدافع قوي يكون عنده خبرة وقدرة على التعامل مع الضغط، خصوصا في المباريات الكبيرة. بلعيد بيتميز بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية، وده اللي مخلي الأهلي يفكر يرجع يفاوضه تاني، خصوصا إن الفريق عانى من أخطاء دفاعية كتير في الفترة الأخيرة. كمان في أكتر من اسم تاني مطروح على الإدارة، لكن بلعيد ضل واحد من أبرز الخيارات المتاحة حالياً. الجهاز الفني بيدعم فكرة التعاقد مع مدافع جديد، وده علشان يخلق حالة من المنافسة بين اللاعبين ويرفع مستوى الأداء بشكل عام. حقيقة رحيل أشرف بن شرقي. انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار كتير عن احتمالية رحيل أشرف بن شرقي عن النادي الأهلي، لكن الحقيقة مختلفة شوية عن اللي بيتقال. مصادر داخل النادي أكدت إن مفيش أي عروض رسمية وصلت لحد دلوقتي لضم اللاعب، وكل اللي بيتقال مجرد اجتهادات أو كلام إعلامي. لكن في نفس الوقت الإدارة مش قافلة الباب قدام فكرة رحيله، وده في حالة وصول عرض مالي قوي يحقق استفادة للنادي. بن شرقي من اللاعبين المهمين في الفريق، لكن سياسة الأهلي الحالية بتعتمد على دراسة أي عرض بشكل احترافي، سواء للاعب ده أو غيره. اللاعب نفسه مركز مع الفريق بشكل طبيعي، ومفيش أي مؤشرات على إنه بيفكر في الرحيل حالياً. النادي الأهلي بيفتح الباب لرحيل النجوم بشروط. في قرار جريء، قررت إدارة النادي الأهلي إنها تفتح الباب لرحيل أي لاعب في الفريق حتى لو من النجوم الكبار، لكن بشرط أساسي هو وصول عرض مالي ضخم. القرار ده جاي ضمن خطة الإدارة لإعادة هيكلة الفريق وتقليل الضغط المالي، خصوصاً مع ارتفاع الرواتب في الفترة الأخيرة. الإدارة شايفة إن مفيش لاعب أكبر من النادي، وإن مصلحة الفريق لازم تكون فوق أي اعتبارات تانية. كمان الهدف من القرار هو إتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد وتجديد دم الفريق، خصوصاً إن المنافسة بقت أقوى من أي وقت فات. الخطوة دي ممكن تكون بداية لمرحلة جديدة في الأهلي، قايمة على التوازن بين الاستقرار والتجديد.